موضوع آخر، احنا نمد بعض الملاحظات التي نعيشها ونحاول نصحح الأوضاع. أنا رأيت في مؤسسة تربوية يعني تلميذة تلقت مع تلميذة تصافحوا بلا غوش، يعني إحداهما محجبة، يعني المفروض. فخطر ببالي أن أتكلم في الموضوع باختصار. السنة أيها الإخوة الكرام التي مضت منذ العهد الأول أن الناس إذا التقوا يتصافحون باليمين، وهذا مجمع عليه كما قال الإمام النووي. طبعا الرجال يصافحون الرجال والنساء يصافحن النساء، اللهم الرجل يصافح من المحارم والمرأة كذلك. أما الأجانب فلا يجوز باتفاق الفقهاء المذاهب الأربعة الذين قالوا بتحريم مصافحة المرأة الأجنبية لا سيما الصغيرة، واختلفوا في الكبيرة، فذهب أحمد إلى جوازه إذا كانت طاعنة في السن، وخالفه الجمهور ومنعوا احتياطا ويعني ورعا ودرءا للشبهة ودرء المفسدة كما يقال واحتياطا. لكن المصافحة الأصل فيها أن تكون باليمين وليس بالشمال. فالمصافحة باليسرى أولا هي خلاف السنة النبوية، يعني ليست من سنن المسلمين. نحن نتصافح باليمين، بل فيها أجر عظيم. في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وهنا تعرف خطورة الهجر والتهاجر بين المسلمين، يتلاقوا ناس مع ناس بيناتهم عداوات وأشياء فلا يتصافحون ولا يلقون حتى السلام ولا يردون. والأصل أنك لا يجوز أن تهجر أخاك فوق 3 أيام. وجاء في الحديث: من هجر مسلما سنة كاملة كان كسفك دمه. شارك في بحث واحد. شفت الإسلام كيف حريص على الألفة والأخوة والمحبة. ولكن لما يركب الناس الهوى، وخاصة كي يعطيه الصبغة الشرعية، قال لك أنا أهجر في الله، وهذا الهجر الشرعي وهجر أهل البدع وأهل الأهواء وغير ذلك، ويسميها يحسب أنه يحسن صنعا وأنه مأجور، وهو في الحقيقة يخشى عليه أن يكون موزورا. إذن قلت إن النبي عليه السلام قال: ما من مسلمين يعني يلتقيان فيتصافحان. عفوا، الحديث عند أبي داود وليس في الصحيحين، اختلط بحديث آخر أو قادم. الحديث عند أبي داود: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. في النص الآخر عند البيهقي قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات الورق من الشجر اليابس. اشترك التصافح. والنبي عليه الصلاة والسلام من أدبه وتواضعه قال: كان إذا صافح لا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده، وهذا من تواضعه الجم. احنا ولينا كنصافحوا باليسرى والله من بعيد هكذا.